سلام البنات، جيسبر تكونوا بيا حبوباتي. نهار جديد وفيديو جديد. طليت عليكم حبوباتي بهذا الفيديو الرائع. هو بريوش رولي. حبيت ندير لكم بريوش تخبوا هذه الوصفه رمضان، ديروها في سهراتكم ولا للسحور تتقهووا به. المهم حبوباتي وصفه اقتصاديه بحبه بيض وربع كاس زيت، وانتي وجدتي هذا البريوش الخفه، هذا البريوش الاسفنجي روعه روعه روعه. راح ندير هاشتاغ حبوباتي الوصفات امي الغاليه. هذه وصفه من وصفات امي الغاليه، جربتها من عندها ونجحت لي. اكيد تعرفوا وصفات قناتي، كل ما هو مجرب وكل ما هو ناجح راح تلقاوه في قناتي. المهم حبوباتي نقول لك شمري على دراعك ونوضي جربيه باش تولي ديريه في رمضان. روعه يا البنات، وفرحوا به مولادكم، يجي خفيف خفيف مشاهيتكم. المهم حبوباتي تابعوا معايا الفيديو للنهايه باش تعرفوا مقادير هذا البريوش. حبوباتي على بركه الله. الوصفه تاعي حبوباتي فيها كاس تاع حليب، كاس مملوء نتاع حليب. انا درت فيها هذه باش تساعدني حبوباتي. راح نزيد ربع كاس زيت كما راكم تشوفوا حبوباتي، ربع كاس زيت. ربع كاس زيت البنات. راح ندير بياض البيضه حبوباتي، نسحقوا غير البياض. ورايح نديروا البنات 6 ملاعق نتاع سكر، واحدة، زوج، 3، 4، 5، 6 مغارف. وراح نديروا شويه القليل من لافاني البنات. انا ندير راني قليل فقط. شوفوا البنات ديال غير هكا باش ما كنبلا نكثروا الماعين وكاع، غير هكا قليل فقط. وراح نخلطوا هاد المكونات مع بعض. راح نحاول اني ندخل هاد الزبده. دخلنا الزبده فتحناها مليح في الخليط تاعنا. راح ندير كاس نتاع فرينه كما راكم تشوفوا. راح ندير اكيد ما ننساوش الملح، راح نديروا رشه نتاع ملح البنات. الملح يبقى على حسب الذوق. وراح ندخلوا الكاس الاول نتاع الفرينه. الثاني البنات بعد ما لميتها شوفوا البنات تجي هايله، تجي رطبه ما نشفوهاش بزاف. البنات راح نقول لكم شحال درت. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. درت 3 كيسان ونص تاع فرينه. لمتها مليح مليح البنات. شوفوا مازالها عاد راها تتلاصق، زعما ما يبستهاش ما نشفتهاش مليح. واش رايح نديروا في هذا هكا؟ رايحه نقسمها على زوج البنات. نحتاج نقسمها على زوج، وحده تكون اكثر من وحده. هذه مغرف ونصف كما راكم تشوفوا. رايحه ندير لها كما راكم تشوفوا حبوباتي، ندخلها هنايا ونزيد ليها هاك حنا المحتوى تاعنا هاك. شوفوا البنات ماهي رايحين نتخافوا زعما كي خرجت ولا رايحين نحاولوا ندخلوها. هذه ما دخلنا في العجينه كاكاو مليح مليح في العجينه كما راكم تشوفوا. رايحين نديروا فيها مغرف نتاع قليل من الزبده، نحاولوا حوالي ملعقه نتاع زبده كما راكم تشوفوا. هذه الزبده رايحين نحاولوا ندخلوها في الكاكاو تاعنا هاك كما راكم تشوفوا حبوباتي باش تجيني عجينه كما قلت لكم. وصفه مجربه، هذه وصفه من وصفات امي الغاليه. نشكرها كما قلت لكم من هذا المقال. اكيد ما راح نزيد نكذب ولا نقول لكم وصفتي. اكيد انا دائما قناتي قناه وصفات مجربه، كل ما هو مجرب راه في قناتي حبوباتي. اكيد اللي نجربها ونلقاها زعما ناجحه وانا كيفكم كيفي او كيفكم نحاول اني من الزبده فقط كما درنا الاولى. راح نديروا هنايا بعد ما دخلنا هنايا مغرف صغيره فقط تاع الزبده، دخلناها مليح مليح ولات العجينه الاستيك. ما نحكي لكمش تقولي عجينه الكاطو البنات، تشهي. رايحه ثاني هي ندير لها سيلوفان. راح نغطيها بالسيلوفان البنات وراح نخليها على جهه ونغطيهم بالمنديل ونديرهم في مكان دافئ مده ربع ساعه الى ساعه. بعد ما خليناهم صاير انا قلعت ليها هنايا البول. شفتوا رايحه هنا وجدت البلان تاعي اللي يدخل الفور وشعلت الفور خليته يسخن. ودوكا راح ندير معكم الطريقه نتاعي كيفاش نخدموا هادو.
صح. هنايا راح نزيدو شوف العجينه تاعنا البنات كيفاش تجي. هنايا راح نحطها المسحات والبنات. المهم راح نرش بالفرينه باش هنا قليل فقط تاع الفرينه باش ما تلصقش، باش كيما هكا. نعاود نرجع لكم البنات كيما راكم تشوفوا بعد ما حليتها كيما راكم تشوفوا حبوباتي السمك يكون رقيق كيما راكم تشوفوا، ماشي رقيق بزاف وماشي خشين نورمال. فتحتها قدامكم البنات. رايحه بنفس الطريقه رايحه نفتح تاع الكاكاو ونحطها فوقها وراح نرجع لكم غير تاع الكاكاو. ماشي رايحه نرش الفرينه البنات في البلون دو طرافاي. راح نفتحها هكاك مانيش نحوس عليها تنشف. شوفوا بنتي اش راح ندير، مانيش نحوس عليها تنشف. هي راني دوك نفتحها في البلون دو طرافاي ونحطها على هذه نعاود نرجع. ما فتحتها فوق هذه كيما راكم تشوفوا رايحه نعاود نفوت عليها بالحلال. رايحه نعاود نزيد نحلها مليح بالحلال كيما راكم تشوفوا حبوباتي هكا. نزيد نفتحها زين العجينه ما تخافوهاش البنات، راح تجي واحد العجينه هايله هكا كيما راكم تشوفوا البنات. دوك نبلع الحواش هادو ونعاود نرجع نسد من هذه كلش ماهوش راح يخسر.